السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناه ايناس مع فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما شاهدتوا في الصوره ديال الفيديو غادي نوجد كيك بالسميده والكوك وعصير البرتقال، وقلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معكم. كنتمنى تنال اعجابكم، كونوا متاكدين هاد الوصفه كتجي لذيذه بزاف وهشيشه ودغيا كتوجد لينا، ما كتاخذناش الوقت بزاف. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ونتعرفوا على المكونات. كناخذ اناء وكنوضع فيه بيضه وحده ونص كاس نتاع الزيت وكاس ديال السنيده، وغادي ندمج هاد العناصر مع بعضياتها مزيان. ومن بعد غادي ناخذ كاس ديال عصير البرتقال وغادي نضيفوا عليهم، وفي نفس الوقت ما كنحبش من التحراك، وغادي نضيف معلقه صغيره مع امراش ديال الملح وكاس مع امرش ديال الكوك وجوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. ومن بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وانتم استعملوا شاصيه وحده. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. في الاخير غادي ناخذ اناء اللي غادي يدخل الفرن وغادي ندهنو بشويه ديال الزبده وغادي نرش عليه السميده من الفوق. صافي، وغادي نكب الكيك ديال الخليط ديال الكيك ديالنا عادي، وغادي ندخلو الفران اللي سبق وشعلته من قبل على درجه الحراره 150 لمده ديال نص ساعه. صافي، غادي نشعل عليه غير من التحت كي سبق وقلت لكم حتى نشوفوا الكيك ديالنا طاب، وعاد نرجعوا نشعلوا عليه من الفوق غير شويه، غير يتحمر لينا ونخرجوه من الفران. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرج طاب لينا وخرجناه من الفران، كيجي الى هذا الشكل هذا. صافي، غادي نسقيه بعصير البرتقال، وفي التزيين غادي نزينو بالكوك، وانتم على حسب شنو اللي متوفر عندكم. وهنا من بعد ما قطعت الكيك ديال السميده، هذا هو الشكل اللي كيجي هشيش بزاف ولذيذ والمذاق ديالو رائع. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه نتاع اليوم، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب، وخليتكم في امان الله. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه ايناس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شنيك او بريوش محشو بالمربى والزبيب. كيجي رائع وخفيف بزاف وسهل في التحضير. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك، وفرجه ممتعه. كناخذ اناء ونوضع فيه بيض ديال بيضه وحده، ونزيد نص كاس ديال الزيت وكذلك كاس ديال سنيده. كنخلط بالضراب اليدوي هاد المكونات مزيان، ومن بعد نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الخبز، ونزيد عليهم 250 غرام ديال الفورص، وتقريبا معلقه صغيره ديال الملح، ومن بعد معلقه صغيره ديال خماره الحلوه. نتوما استعملوا شاصيه وحده. صافي، غادي نبقى ندمج هاد المكونات مع بعضها مزيان، ومن بعد غادي نبقى نضيف ليهم الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينه.
وهنا من بعد ما تجمعت العجينه غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزبده، وتحاولوا تدخلوا الزبده في العجين. صافي انا هنا من بعد ما ساليت غادي نخلي العجينه ترتاح لمده ديال ساعه حتى يضاعف لينا الحجم ديالها. صافي هنا من بعد ما خمرات لينا العجينه غادي نحاول نحيد منها الهواء اللي تيكون في الداخل ديالها، ومن بعد نبقى نشكلها لكرات صغارين. صافي هنا غادي ناخذ كره وحده ونبقى نطلقها بالدلاك على شكل طولي، وفي نفس الوقت انا كنستعن بالدقيق باش ما تبقاش تلصق لينا العجينه على سطح العمل. وهنا عندي المربى او الكونفيتور ديال الفريز غادي نبقى نطلقه فوق من العجين بهذا الشكل هذا. وهنا تاني عندي الزبيب اللي سبق ورقته في الماء سخون وغادي نبقى نوضعه فوق العجين والمربى. صافي في هذه المرحله غادي نبقى نطوي العجين بهذا الشكل هذا حتى نحصل على شريط طويل، وغادي ناخذ موس وغادي نقسم هاد الشريط على زوج ونبقى نلف هاد زوج شرائط اللي حصلت عليهم، ومن بعد غادي نبقى نلف العجين حتى نحصل على شكل ورده. وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. صافي من بعد ما كملت جميع الكرات وحصلت على شكل ورده غادي نخليهم يخمروا مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم، وغادي ندهنهم باصفر بيضه اللي خلطته مع معلقه صغيره ديال الحليب. ومن بعد غادي ندخلهم للفرن يطيبوا، غنشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا لينا وعاد نرجع نشعل عليهم من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش او شنيك من بعد ما خرجتهم من الفران. كيجيو خفاف من الداخل ورطبين ولذاذ بزاف. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم، وما تنساونيش كيف العاده من اللايك ومن الاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب، وخليتكم في امان الله. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناه ايناس مع فيديو جديد ووصفه جديده. والوصفه كيف ما شاهدتوا في بدايه الفيديو تحليه بارده كتجي رائعه في المذاق وسهله في التحضير. وقبل ما نتعرفوا على المكونات ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك، وما تنساوش كذلك ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب ونتعرفوا على المكونات. عندي نص لتر ديال الحليب و4 المعالق كبار ديال النشا، البسكوي ديال الشاي اي نوع اللي يكون عندكم متوفر، والكاكاو 2 معالق كبار ديال الكاكاو و4 المعالق كبار ديال السنيده، وعندي شاصيه تاع الفلون كراميل. صافي غادي ناخذ داك النشا وغادي نضيفو على الحليب وكذلك سنيده والكاكاو والفلون كراميل، وغادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضها حتى ينسجموا لينا مع الحليب. وغادي ندير هاد الكاسرونه فوق البوطه على نار اللي تكون مهيله، وفي نفس الوقت ما غاديش نحبس من التحريك حتى يعقد لينا هاد الخليط. صافي من بعد ما نشوفوه بانه عقد وبدا تيدير لينا دوك الفقاعات في الكاسرونه، غادي نزولوهم فوق النار. صافي غادي ناخذ الحليب وغادي نبقى نغطس فيه هاد القطع نتاع البسكويت، وغادي نبقى نصفهم في الاناء، ومن بعد غادي نضيف عليهم الطبقه اللي صاغبت نتاع التحليه. صافي وغادي نستمر طبقه نتاع البسكويت وطبقه نتاع التحليه حتى نسالي المكونات كاملين اللي عندي.
صافي من بعد بما ساليت غادي ناخذ الكاكاو غبره وغادي نبقى ندردرو فوق الوجه نتاع هاد التحليه ديالنا، وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد لينا مزيان بحال صاغبناها في الصباح حتى العشيه عاد نقدموها. وهذا هو الشكل النهائي نتاع التحليه ديالنا من بعد ما بردت لينا مزيان. خرجناها من الثلاجه وقطعناها وكيجي الشكل ديالها هو هذا، شكل راقي وكذلك في المذاق كتجي رائعه. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب، وخليتكم في امان الله.